السلام عليكم. هل حصل معاك قبل كده إنك كنت عارف تماما إن الفكرة ديت وسواس، لكن في نفس الوقت بتحس إنها حقيقية جدا؟ يعني مثلا عقلك يقولك أنا عارف إنها وسواس، لكن إحساسك يقول بس أنا حاسس إنها حقيقية. هنا في اللحظة ديت بقى بتبدأ المشكلة، لأنك ممكن تكون فاهم الوسواس كويس جدا وعارف إن الفكرة غير منطقية، ومع ذلك بتفضل حاسس بالخوف أو الذنب أو الشك أو حتى عدم الارتياح بشكل يخليك تقول لأ، الإحساس ده قوي أوي، أكيد وراه حاجة. وهو ده موضوعنا إن شاء الله في حلقة النهاردة. ليه إحساسك أحيانا بيكون مقنع لدرجة إنك بتتعامل معاه كأنه حقيقة؟ أول نقطة معانا وهي الإحساس فعلا حقيقي. يعني أول شيء لازم نفهمه إن أنا مش هقولك إن إحساسك مش حقيقي، لأ، إحساسك حقيقي فعلا، وإنت برضو إحساسك حقيقي فعلا. يعني لو أنت خايف فأنت فعلا خايف، لو قلبك بيدق فهو فعلا بيدق، لو أنت حاسة بالذنب فالشعور بالذنب موجود فعلا، لو أنت حاسس إن في حاجة غلط فالإحساس نفسه موجود. لكن هنا بيحصل الخلط اللي هو إيه؟ حقيقة الإحساس لا تعني أن تفسير الإحساس صحيح. يعني حقيقة الإحساس اللي جوانا ده مش بالضرورة أنها تعني أن تفسير الإحساس دوت صحيح. ودي أهم جملة في الحلقة. يعني أنا فعلا خايف، لكن دوت لا يثبت أن في خطر. لأن في واحد ممكن يقولك طب أنا عندي الإحساس شديد فعلا، لكن نيجي نقوله إيه بقى؟ رغم وجود الإحساس، لكن دوت لا يثبت إن في خطر حقيقي. عشان بس لما نكمل مع بعض دلوقتي نكونوا فاهمين إحنا عاوزين نوصل لإيه. واحدة مثلا تيجي تقول أنا فعلا حاسة بالذنب، نيجي نقول لها لكن ده لا يثبت إنك عملتي حاجة غلط. طيب واحد يقول لك طب أنا فعلا من جوايا مش مرتاح، نقول له لكن ده لا يثبت إن في مشكلة لازم أحلها. طيب ليه العقل بقى بيقع في الخلط ده؟ تعالوا نفهم مع بعض كده واحدة واحدة. لأن المخ لما بيشعر بالخوف ما بيقعدش يتفرج على الخوف، يعني هو مش يفضل بقى يتفرج عليه كده. إيه اللي بيحصل؟ المخ بطبيعته بيحاول يفهم يا ترى أنا خايف ليه، وده شيء طبيعي ما عندناش فيه مشكلة لحد كده. لكن في الوسواس بقى ممكن بيحصل شيء مختلف، اللي هو إيه؟ الإحساس القوي بيظهر في اللحظة دي، والعقل بقى بيكون عنده أصلا فكرة وسواسية موجودة، فيبدأ يعمل إيه؟ يعمل الربط. أنا خايف، يبدأ يسأل ليه، تقوم جايله الإجابة مش يمكن بسبب الفكرة دي، وبعديها تحصل خطوة أخطر. طالما أنا خايف بالشكل ده يبقى الفكرة أكيد مهمة أو في خطر. هنا العقل استخدم الإحساس كدليل. استخدم إيه؟ الإحساس نفسه كدليل. وده بالظبط اللي احنا بنسميه الاستدلال العاطفي. يعني ببساطة أنا أشعر بشيء، إذن الشيء الذي أشعر به صحيح. ده خطأ في التفكير عند المرضى المصابين بالوسواس القهري. بيكون عندهم حاجة بنسميها الاستدلال العاطفي، اللي هو طالما شعر بشيء معين إذن الشيء اللي هو حس بيه ده صحيح، فبيبني صحة الشيء اللي بره على إحساسه. طيب تعالوا ناخدوا مثال يخلينا نشوف الخطأ دوت بعينينا. عاوزكم تتخيلوا إن شخص مثلا عنده وسواس متعلق بقرار أخده. القرار خلص، لكن بعد ساعات بيبدأ يشعر بعدم ارتياح. يعني الشخص ده ماله؟ بيبدأ يشعر بعدم ارتياح للقرار اللي أخده، فيقول بينه وبين نفسه إيه؟ حاسس إن القرار غلط. هنا بقى في طريقين. الطريق الأول، أنا مش مرتاح يبقى لازم أراجع القرار، فيبدأ يفكر طيب كنت أعمل إيه؟ طيب لو أنا اخترت العكس يا ترى كان إيه اللي هيحصل؟ طب يمكن كنت غلطان، ويبدأ يرجع ويعيد الموقف عشرات المرات في دماغه ويبدأ يحلله أكتر من مرة. طيب إيه هو الطريق التاني؟
أنا مش مرتاح فعلا، لكن عدم الارتياح مش دليل إن القرار غلط، ويكمل يومه ما عندوش أي مشكلة. لاحظوا بقى الفرق بين الاتنين. في الحالتين الإحساس موجود أهو، يعني في الحالة الأولى هو حاسس، وفي الحالة التانية برضه حاسس. لكن إيه الفرق هنا؟ في الحالة الأولى الإحساس نفسه أصبح دليل، يعني هو أخذ الإحساس كدليل. طب في الحالة التانية الإحساس ظل مجرد إحساس. تعالوا ناخدوا مثال تاني. الذنب مثلا، شخص عنده وسواس ديني أو أخلاقي، عمل تصرف عادي جدا، بعدها ظهر إحساس قوي بالذنب، يعني الشخص ده بدأ يشعر بإيه؟ بالذنب. هنا دماغه يقول له إيه؟ أنا حاسس بالذنب جدا. بعديها يبقى أكيد عملت حاجة غلط. بعدها يبدأ يقول طيب أراجع اللي حصل، طيب يمكن كان قصدي مثلا كذا، طيب مش يمكن كان المفروض أقول كذا، ويبدأ يدخل في مراجعة لا تنتهي أبدا. لكن هنا السؤال اللي عاوزين نسأله لنفسنا، هل شدة الشعور بالذنب تثبت وجود خطأ؟ لا طبعا. الشعور بالذنب حقيقي، لكن الشعور نفسه مش دليل كافي على إنك مذنب. وده مهم جدا خصوصا في الوسواس، لأن الشعور ممكن يكون أكبر بكتير من الحدث نفسه. ليه بقى الإحساس بيكون مقنع جدا؟ هنا في نقطة مهمة لازم نفهمها. لما الخوف يكون بسيط انت ممكن تعرف وتقول معلش ده مجرد قلق، خلاص راح لحاله. لكن لما الخوف بيكون شديد، الجسم اصلا في اللحظة دي بيدخل في حالة انذار. يبقى لما الخوف يكون شديد ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيدخل في حالة انذار. طب يعني ايه حالة الانذار؟ يعني انتباهك بيتركز، تفكيرك بيضيق، وتبدأ تدور على اي شيء يفسر الاحساس ده. وهنا الفكرة الوسواسية تصبح أكثر إقناعا من الأول، مش لأنها أصبحت صحيحة، لأن جسمك وعقلك في حالة إنذار. يبقى لما الفكرة الوسواسية بتكون أكثر إقناعا في دماغي، مش معناها إنها أصبحت صحيحة، لكن تفسيرها إيه؟ تفسيرها جسمي وعقلي حاليا في حالة إنذار، علشان كده أنا حاسس إن الفكرة أكثر إقناعا. وعشان كده أحيانا بتقول أنا عارف إنها فكرة وسواسية، بس الإحساس المرة دي مختلف. وده مهم جدا. اختلاف شدة الإحساس لا يعني اختلاف حقيقة الفكرة. يعني إيه؟ يعني ممكن الإحساس يكون قوي، لكن ده لا يحول الفكرة إلى حقيقة. يعني إحنا مش بنستدل على حقيقة الفكرة بأن الإحساس شديد، لأن ممكن الإحساس يكون ضعيف وممكن يكون قوي، ومهما كانت شدة الإحساس فهو لا يحول الفكرة إلى حقيقة. علشان كده لازم نركز في الحتة دي، وهي إن الوسواس بيبدأ يستغل الإحساس. الوسواس مش محتاج يقنعك بالفكرة من البداية. أحيانا بيكفي إنه يخليك تشعر بشيء قوي. يخليك إيه؟ تشعر بشيء قوي. بعديها أنت بنفسك بتكمل بقى الباقي. تحس بالخوف فتقول يبقى لازم أتأكد، تحس بالشك فتقول يبقى لازم أعرف الإجابة، تشعر بالذنب فتقول يبقى لازم أراجع اللي عملته، تحس بعدم الارتياح فتقولي يبقى لازم أصلح الموضوع، وهكذا. الإحساس يجي، بعد منه تفسير مخيف، بعد منه استجابة وسواسية، بعد منه راحة مؤقتة. والراحة المؤقتة هنا مهمة جدا، لأنك لما بتراجع وتطمن نفسك غالبا بتشعر بتحسن، فيتعلم العقل كويس إني عملت كده، وفي المرة اللي بعديها لما يظهر نفس الإحساس هيطلب منك نفس التصرف بسرعة أكبر. لكن هنا في فخ مهم لازم نعرفه ونلاحظه. يعني ممكن تقول طيب أعمل إيه؟ أتجاهل يا ترى الإحساس؟ ده مش بالضرورة، لأنك لو دخلت في حرب مع الإحساس إن لازم ما أخافش، لازم أحس إن طبيعي، لازم أحس إن الفكرة مش حقيقية، ممكن تتحول محاولة التخلص من الإحساس نفسها إلى نوع من المراجعة والطمأنة.
يعني المطلوب مش إني أنا أشعر بشيء معين، أمال إيه المطلوب؟ المطلوب أتعامل مع الإحساس بشكل مختلف. طيب إيه هو التعامل بقى المختلف ده؟ لما يجي إحساس قوي عاوزك تعمل فصل بسيط. يعني بدل أنا خايف إذن في خطر، نقول أنا خايف واسكت. بدل ما أقول أنا حاسس إني غلطت إذن لازم أراجع، أقول أنا حاسس بالذنب وبس. وبدل أنا حاسس إني لازم أتأكد إذن لازم أتأكد، نقول مكانها عندي رغبة قوية في التأكد. شايف الفرق؟ أنت وصفت اللي بيحصل في دماغك لكن ما حولتوش إلى حقيقة خارجية. علشان كده تعالوا نتعلم قاعدة مهمة جدا. خلي عندك القاعدة دي وخلي عندك القاعدة دي. الإحساس معلومة عن حالتك ومعلومة عن حالتك، مش حكم على الواقع. الإحساس ماله؟ معلومة عن حالتنا، مش حكم على الواقع. الخوف يخبرك أنا خائف، ولا يخبرك بالضرورة هناك خطر. الشك يخبرك أنا غير متأكد، ولا يخبرك هناك شيء يجب أن أتحقق منه. عدم الارتياح يخبرك أنا غير مرتاح، ولا يخبرك هناك مشكلة يجب حلها. طيب تعمل إيه عمليا؟ كل مرة تلاحظ إحساس قوي ومعاه رغبة في التصرف، اسأل نفسك واسألي نفسك سؤال واحد: هل أنا عندي دليل ولا عندي إحساس؟ لو عندك دليل واقعي واضح تعامل مع الموقف بشكل طبيعي. لكن لو اكتشفت ان اللي بيدفعك للتصرف هو ان انا حاسس، او انا خايفة، اصلا انا مش مرتاحة، اصلا انا حاسس بكذا، خد بالك ممكن تكون بتتعامل مع الشعور كأنه دليل، وساعتها مش محتاج تدخل في نقاش طويل. يعني نقول ده إحساس وليس دليل، وبعديها نرجع للي كنا بنعمله. مهم جدا نعرف بقى اللي جاية دي، مش كل إحساس لازم نحلله، لأن الوسواس ممكن يحول حتى المعلومة ديت إلى سؤال جديد. طب إحساسي ده طبيعي؟ طيب ليه حاسس كده؟ طيب لو الإحساس قوي جدا؟ طيب لو استمر؟ طب إزاي أعرف إنه مجرد إحساس؟ وهنا نكون رجعنا لنفس الدايرة. مش مطلوب منك تحصل على إجابة مثالية، انت بس مطلوب منك تلاحظ ده، انك بدأت تستخدم إحساسك كدليل، وبعديها ما تدخلش في أي تحقيق مع الإحساس ده. علشان كده في الخاتمة الفكرة اللي عاوزكم تخرجوا بيها من الحلقة دي، يعني لو في حاجة واحدة بس هنخرج بيها من الحلقة ديت فهي ايه؟ الإحساس ممكن يكون حقيقي جدا، ومع ذلك يكون تفسيرك له غير صحيح. يعني ممكن تخاف جدا ومفيش خطر، ممكن تشعر بالذنب جدا ومفيش خطأ يستحق كل المراجعة دي، ممكن تحسي ان الفكرة مهمة جدا ومش لازم تحليها، وممكن تحسي انك لازم تتأكدي ومش لازم تستجيبي لكل رغبة في التأكد. لان التعافي مش معناه انك توصل لمرحلة ان انا مش حاسس بأي خوف اذا انا بخير، لكن توصل لمرحلة ايه؟ انا حاسس بالخوف ومش محتاج اتعامل مع الاحساس كأنه حقيقة. ساعتها بيبدأ الفرق الحقيقي. يعني بدل ما كل احساس يسحبك لفكرة، وكل فكرة تسحبك لتحليل، وكل تحليل يسحبنا الى طمأنة، نبدأ نلاحظ الاحساس ونسيبه ياخد مساحته ونرجع لحياتنا. طيب ليه بنقول كده؟ لان مش كل احساس رسالة، ومش كل احساس محتاج اجابة. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى يا رب الشفاء للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.